تعالي يا ست الكل هقولك على أهم الأنشطة المهمة جدا لتنمية مهارات طفلك لو طفلك فوق السنتين. أول حاجة عجينة الصلصال دي مهمة جدا لتنمية مهاراته اليدوية، لأن هو بيستعمل إيديه في تكوين أشكال مختلفة من عجينة الصلصال، ودي بتأهله لمرحلة الكتابة اللي هتبدأ في عمر 4 سنوات. تاني حاجة لعبة البازل، ودي مهمة جدا لتنمية المهارات الدقيقة عنده، وممكن في أطفال بتمل منها، فاحنا ممكن نستعمل معاهم أسلوب المكافأة علشان يستمروا في إن هم يكونوا أشكال من البازل. تالت حاجة لعبة التخيل، إن احنا نقوله مثلا يلعب دور معين كمثلا تمثيل كده مع أصحابه أو إخواته، هو كل مرة يعمل دور مختلف، زي مثلا دور الأب، زي دور الابن، زي دور الأخ، فدي بتنمي عنده جدا الجانب الاجتماعي. رابع حاجة ألعاب التصنيف. يعني إيه تصنيف؟ إن إحنا بنجيب ألعاب مختلفة الألوان والأحجام والأشكال، وبنخليه يجمع كل مثلا لون مع بعضه، كل حجم ألعاب مع بعضه، دي بتنمي عنده جدا الإدراك البصري، وبتنمي عنده الذاكرة، وبتنمي عنده مهارات التفكير. خامس حاجة لعبة المكعبات، ودي مهمة جدا لتنمية التفكير عنده بطرق مختلفة، لأنه كل مرة بيكون مطلوب منه تكوين شكل مختلف من المكعبات، ودي بتنمي عنده جدا مهارة التفكير.